العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلة أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. الآلات الحكومية تسرع إغاثة الأمراض في غزة. تطور رعاية الأمومة والطفولة. جهود لحماية التربة والمياه في بدا. كوريا الشمالية تعلن وقف المحادثات مع ترامب. أمريكا ترسل حاملتي طائرات لبحر الصين الجنوبي. واليابان تأمر عشرات الآلاف بإخلاء منازلهم إثر فيضان. أهلا بكم إلى التفاصيل. أوضح مسؤول تنمية النباتات في مكتب وزارة الزراعة بإقليم عسب السيد يوناس أبراهام عن وجود برنامج لزراعة مساحة 58,000 هكتار هذا العام، ويتم حراسة 25,000 هكتار بالآلات الزراعية الحكومية منذ 27 من يوليو، و33,000 هكتار بالوسائل التقليدية. وذكر المسؤول عن بدء هطول الأمطار منتصف مايو في الإقليم، وقامت مديريتي عتكليزان وعلا برعيد وأجزاء من قلب بزراعة الذرة الشامية والذرة الرفيع بموسم أمطار الربيع، ويجري زراعة الذرة الشامية والذرة الرفيع في مناطق مناخ الهضبة والدخن والذرة والفول في مناخ المنخفضات. وأشار إلى أن إدارات الضواحي ولجان القرى والمؤسسات الحكومية تعمل بالتنسيق مع مؤسسة المواشي والقلال لمنح الأولوية للمزارعين المحتاجين وتوزيع عمل الجرارات. وأوضح المزارعون عن بذل الجهد لحماية المزارع من الحشائش والآفات الزراعية، مشيدين بتوفير الجرارات مسبقا. أفاد مسؤول عيادة حشيشي مرضى الولادة منصور أبو بكر أن ارتفاع الوعي الصحي والخدمات المقدمة أحدثت تغييرا ملحوظا لرعاية الأمومة والطفولة. وذكر عن بناء 4 غرف لانتظار الحوامل والأمهات بالتعاون بين الإدارة والسكان هذا العام، مشيرا إلى تقديم خدمات التوليد ل 182 حاملا في الأشهر ال6 الماضية، ومؤكدا عدم وجود امرأة تلد في المنزل. وأوضح عن انخفاض ظاهرة الأمراض عامة والأمراض المعدية بشكل خاص نتيجة تطور الوعي الصحي، وقال أن تطعيم الأطفال يغطي أكثر من 85%، وأن مرض الملاريا انخفض للقيام بأنشطة النظافة البيئية. وتقدم عيادة حشيشة التي أدخلت فيها الطاقة الشمسية تقدم الخدمات لضواحي حشيشاي وبادوب وشلاب، ويطالب مستخدموها بإجراء الصيانة الأساسية التي تشمل بناء السور وضعا في الاعتبار كثرة المستخدمين. يقوم سكان بدة بمديرية قلعلو بأنشطة حماية التربة وحفظ المياه للدفع بالإنتاج الزراعي. وأشار المزارعون للجهود القوية التي يقومون بها للاستفادة من سيول الهضبة، لكن قوة السيول تسفر عن انهيار الحواجز والمجاري التحويلية وانجراف التربة، منادين بالدعم الآلي. وقال مدير مديرية قلعلو السيد محمود إبراهيم أن معظم الأراضي التي لم يتم ريها بالمستوى المامول لانهيار الحاجز المائي التحويلي، وأن الجهد الذي يقوم بها المزارعون مؤقت وليس مستدام، ويحتاجون إلى المساعدة من خلال الآليات. وتوجد مساحة حوالي 6,000 هكتار من الأراضي التي تزرع بموسم أمطار الصيف والشتاء. تبرع الفيتريون في الداخل والمهجر لتدمير صندوق مكافحة وباء فيروس كورونا. وأفادت تقرير وزارة الصحة بأن الفيتريون في مدينة الرياض وضواحيها بالمملكة العربية والسعودية وصلوا تبرعاتهم وقدموا في يونيو فقط 85,216 ريال، لتصل جملة تبرعاتهم للتصدي لكورونا إلى 731,000 ريال. وتبرع عمال مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر ب14,355 نغفة، وجمعية قوسقان مريم أمهور المقيمين في أسمرة 5,000 نغفة، وجمعية أبناء كود فلاسي في أسمرة 3,000 نغفة، وجمعية قدس ميكائيل عزارنا في أسمرة 3,000 نغفة،
وجمعية مدهنالم عبتقزا باندا 2000 نقفة، وجمعية قابر منفس قدس عد قاول مديرية من نفرة بأسمرة 2000 نقفة، وجمعية قدس ميكيل عد قنطي بريخ في أسمرة 2000 نقفة، وجمعية استرئيو مريم عد نفاس لما يعداقا في أسمرة 2000 نقفة. كما تبرع جمعية كيدان مهرد قبيل رأس 2000 نقفة، وجمعية قدس ميكيل عد قول في أسمرة 2000 نقفة، وجمعية مدهن علم زبان انقب في أسمرة 1500 نقفة، وفروين سوبر ماركت بما يتمنى 1000 نقفة. جهة أخرى تبرعت الجالية اللوترية في مدينة بير الأسترالية في مناسبة إحياء 20 من يونيو يوم الشهداء $4740 أسترالي لصندوق أمانة الشهداء. وقدمت التنظيمات اللوترية في ألمانيا نفس القرض، حيث قدمت اللجنة الوطنية في برلين 1550 يورو، واللجنة الوطنية في مدينة مونشن وضاحيها 900 يورو، واللجنة الوطنية في مانهايم 2825 يورو، واللجنة الوطنية في كيلن وضاحيها 2720 يورو، واللجنة الوطنية بدوزلدورف وضاحيها 2000 يورو، واللجنة الوطنية في فوبرتال وضاحيها 1500 يورو، واللجنة والجالية في روترغان ب 250 يورو، واللجنة الوطنية في فرانكفورت 1500 يورو، والاتحاد الوطني للمرأة اللوترية في فرانكفورت 300 يورو، واللجنة الوطنية ببيلفيلد 460 يورو، واتخذوا مبادرة لإعادة أسر الشهداء. وفي إيطاليا قدم تنظيم شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في مدينتي روما وميلانو 10,500 يورو لصندوق أمانة الشهداء. سيداتي سادتي، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. أعلن النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي أن بلاده لن تستأنف المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة ما لم تتجاهل واشنطن السياسات المعادية تجاه بيونغ يانغ. وجاء بيان تشوي بعد سلسلة من الإعلانات المماثلة من كوريا الشمالية للتأكيد على أنها لن تزود ترامب باجتماعات رفيعة المستوى يمكن أن يتباهى بها على أنها إنجازات في سياساته الخارجية، ولم تحصل على شيء جوهري في المقابل وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد بريس. وتأتي هذه الأحداث عقب تصريح من مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب جون بولتون قال فيها أن الرئيس الأمريكي قد يسعى إلى قمة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون باعتبارها مفاجأة أكتوبر، ذلك قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية. قالت البحرية الأمريكية أن حاملتي طائرات أمريكيتين تجريان تدريبات في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه في نفس الوقت الذي تجري فيه الصين تدريبات عسكرية انتقدتها وزارة الدفاع البنتاغون والدول المجاورة. وتبادلت الصين والولايات المتحدة الاتهامات بإثارة التوتر في الممر المائي الاستراتيجي في وقت تشهد فيه العلاقات توترا كثيرا بسبب أمور ابتداء من فيروس كورونا المستجد وحتى التجارة وهونغ كونغ. وقالت البحرية في بيان أن حاملتي الطائرات دونالد رينغن ونيمتس تقومان بعمليات وتدريبات في بحر الصين الجنوبي، ولم تحدد على وجه الدقة موقع المناورات الأمريكية. ورفضت الصين الانتقادات الأمريكية لتدريباتها وأشارت إلى أن الولايات المتحدة هي المسؤولة عن تزايد التوترات. أمرت السلطات في غرب اليابان حوالي 75,000 نسمة بإخلاء منازلهم من جراء أمطار غزيرة وتسببت بسيول وفيضانات وانهيارات أرضية، وشردت أعداد كبيرة من السكان وخلف 13 مفقودا بحسب ما أفاد مسؤولون ووسائل الإعلام. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية درجات التأهب القصوى في منطقتي كوماموتو وكاغوشيما في جزيرة كيوشو. وبحسب شبكة التلفزة العامة فإن فرق الإنقاذ تبحث عن 3 أشخاص لا يزالون في إعداد المفقودين بعدما طمر انهيار أرضي منزلهم في كوماموتو. في سابقة من نوعها في عالم الجريمة المنظمة، تمكنت السلطات الفرنسية والهولندية من اختراق وتفكيك شبكة هاتفية هي عبارة عن شبكة مشفرة يتم استخدامها
من قبل عصابات إجرامية عبر العالم لإخفاء عمليات تنسيق نشاطاتها المشتركة من مثل محاولات اغتيال وصفقات مخدرات كبرى. واستطاعت الشرطة الأوروبية توقيف أكثر من 800 شخص في أوروبا، وكشفت قيادتا الشرطة في فرنسا وهولندا أنهما اخترقتا شبكة إنكروشات، ما مكنهما من الاطلاع على ملايين الرسائل من دون علم مشتبه بهم خلال تواصلهم بواسطة أجهزة صناعة خصيصا للتواصل المشفر. وأعلنت بريطانيا أنها أوقفت 746 شخصا على خلفية هذا الخرق الإلكتروني، معتبرة العملية اختراقا هائلا على صعيد التصدي للجريمة المنظمة. بهذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.